مرحبا. إذا لساتك بتصدق إنه برشلونة فاز بماجيك يامال أو مدريد بالدي ان اي فأنت لسه ما شفت الحقيقة الصادمة. رح أحكي لك كيف جلتش 0.4 ثواني اللي صاب الدفاع خلى الملعب يدوب قدامهم وهم بيتفرجوا. البرامج والسوشيال ميديا عم يحكوا عن مهارة فردية، بس الحقيقة إنه اللي صار هو إبادة تكتيكية لنظام 4-4-2 بالكامل. هون السؤال المهم، هل هانزي فليك عبقري ولا انتحاري بهذا الخط العالي؟ وبرشلونة هل هم فعلا أقوى هجوم ولا مجرد نظام عم يستغل شلل تفكير الخصم؟ بدي أسمع رأيكم بالتعليقات، المدرب ولا المنظومة؟ برشلونة عمل شيء منسميه عزل المحور. مارك كاسادو كان بيلعب مرتاح بمعدل ضغط 4.2 بس. تعرفوا ليش؟ لأنه فليك استعمل بالدي وكوندي كطعم على الأطراف، سحبوا وسط مايوركا للأطراف وتركوا فراغ سلبي بالعمق خلى لاعبي مايوركا يركضوا وراء أشباح. بالمقابل عمر ماسكاريل في مايوركا كان تحت ضغط 8.7. تخيل الفرق، كل ما استلم الطابة كان في وحوش عم بتطارد ضله، وهذا اللي منسميه ليفل 4 فيلر في بناء الهجمة. هذا مش تعب جسدي، هذا ضغط ذهني خلى الخصم يستهلك كل طاقته وهو بس بيحاول يفهم وين لازم يوقف. وهون السم، برشلونة كان عنده رقم مرعب، 0.44 XG لكل 5 ثواني تحول. شو يعني هذا الحكي بلغة الكرة؟ يعني من لحظة قطع الطابة وخلال 5 ثواني بس بيكونوا وصلوا لمرحلة خطورة شبه محققة للتسجيل، 50% probability. هذا مش لعب، هذا إعصار هجومي، وهذا اللي منسميه هاي لاين أوسموزيس. كل اللي شفته لحد الآن بما في ذلك كلام المحللين بالاستوديوهات كان مجرد قشرة. الكذبة اللي صدقناها كلنا هي إنه مدريد وبرشلونة فازوا لأنهم الأفضل فنياً. الحقيقة إنهم فازوا لأنهم استعملوا نظام بخلي المدافع ينسى أساسيات التمركز في 5 ثواني. في المستايا مدريد سجل فيرتيكاليتي إندكس وصل ل 7.2، يعني مدريد كان يكسر خط دفاع كامل بكل تمريرة ونص تقريباً. انسوا التحضير الممل، هذا إعدام تكتيكي للعب العرضي. بهاي المباراة شفنا انعدام الوزن الهندسي لما ظهير يسار زي كاريراس يدخل لقلب الملعب وبصير صانع ألعاب في الزون 14. هون الدفاع بصيبه ايرور. هاي اللحظة الدفاع تبخر بلمحة بصر. اسمعني منيح، هسا وصلنا للسر اللي ما حدا رح يحكيه غير الميتا دكتور. اللي شفته من كاريراس ويامال مش مجرد مهارة، هذا شلل تفكير متعمد. هانزي فليك ما عم يلعب خط عالي عشان التسلل بس، هو عم بقلص المساحة لدرجة بتخلي عقل المدافع يضرب إيرور. المدافع بصير لازم يحسب 10 شغلات بنفس اللحظة، وهون بيوقع بجلتش 0.4 ثواني. بهاي اللحظة المدافع بطل لاعب كرة، صار مجرد متفرج، هو عم بيشوف نظامه وهو يتبخر قدام عيونه. أريجو ساكي بنى 4-4-2 على القرب والانسجام، بس اللي شفناه اليوم هو اغتيال لهذا الإرث. الوقوف بصفوف منتظمة صار انتحار قدام المزامنة العمودية. وبعيد عن قصة راشفورد، في نقاش تاني داير بالسوشيال ميديا، هل نجاح مدريد سببه روح أربيلوا ولا عبقرية ألونسو؟ الحقيقة إنه الفريق عنده هشاشة تكتيكية خطيرة. امبابي سجل 22 هدف، يعني 47% من أهداف الفريق، نص أهداف الفريق. هذا الاعتماد الكامل على لاعب واحد هو خطر وجودي لو غاب امبابي لأي سبب. يا جماعة، القصة وما فيها إنه الدفاع المحجر مات وخلصنا. اللي صار مع مايوركا وفالنسيا إنه دفاعهم انهار قدام نظام اللعب الزئبقي، نظام ما في حدا واقف بمكانه، الكل بيتحرك بذكاء عشان يخلي المدافعين يركضوا ورا خيالهم. وهذا اعتراف من موجيكا نفسه، بعد المباراة حكى الرجلين بطلت تحملنا. الخيانة الكبرى كانت بحق فيدات موريجي. فلسفة مايوركا الدفاعية عزلته تماما وحولته لجناح دفاعي يبعد 40 متر عن المرمى. موريجي كان قرش، بس فليك طلعه من البحر وحطه ببركة مي ضحلة. وبالمستايا لما كاريراس يدخل لعمق الملعب، 4-4-2 التقليدية بتنتهي صلاحيتها فورا. انت كنت بتتخيل انه الظهير ممكن يقتل نظام كامل بمجرد دخوله للعمق؟
إذا طلع كلامي صح فأنت مدين لي باشتراك بالقناة. سيف هذا الفيديو عندك عشان ترجع لي وتتذكر كلامي لما هاي المنظومة تواجه فريق بيمتلك مزامنة عمودية أعلى، وقتها البقاء للأقوى. وإذا بدك الدليل الكامل بالأرقام اكتب هاشتاج ميتا في التعليقات ورح أبعت لك رابط التقرير فورا. وفرت عليك اليوم 90 دقيقة من الحيرة. هسا انت عرفت الليش الحقيقية ورا اللي صار بالملعب. انت اليوم ما شفت مباراة، انت شفت الميتا وهي بتتغير قدام عيونك. سلام.